خبر طازة وجميل ولسه فريش اهوت للطلاب اللي بيدرسوا دلوقتي في ألمانيا أو لسه هيجوا على الترم الصيفي والترم الشتوي وبعد كده إن شاء الله. خبر إن من يوم 1/3/1 مارس 2024 تم تعديل قانون الإقامة بالنسبة للطلاب، والتعديل كان بيخص تصريح عمل الطلاب. كلنا عارفين إن الطالب في ألمانيا كان ليه تصريح عمل محدد ب120 يوم دوام كامل و240 يوم دوام جزئي أو نص يوم في ألمانيا، ده كل سنة ميلادية. يعني انت ليك 120 يوم في 2024، 120 يوم في 2025 وهكذا. دلوقتي زودوها وبحبحوها شوية كمان، بقيت تقدر انت كطالب أجنبي في ألمانيا، يعني أجنبي من خارج الاتحاد الأوروبي، تشتغل بحد أقصى 140 يوم دوام كامل في السنة أو 280 نص يوم في السنة. وده طبعا خلاك انت كطالب تنفع تشتغل 20 ساعة في الأسبوع طول السنة، مفيش مشكلة، تقدر تشتغلها مفيش مشكلة خالص. 5 أيام كل يوم 4 ساعات، 4 أيام كل يوم 5 ساعات، ممكن تقسمهم يومين 8 ساعات في 8 ساعات ويوم تاني نص، يبقى 4 ساعات تقسيمة زي ما انت عايز وبنتفق مع الشركة. بس تقدر انت كطالب دلوقتي انك تشتغل 20 ساعة في الاسبوع طول السنة. تغيير جامد جدا وهيساعد طلبة كتير جدا. والحسبة كانت بتتحسب ازاي؟ لما بتيجي تشتغل في اي شركة او في اي مكان لحد 4 ساعات تتحسب لك نص يوم، فوق ال4 ساعات وانت طالع يبقى يوم كامل. اتفقنا؟ اتفقنا. وافضل حل في الموضوع ده انك تشتغل يا اما 4 ساعات بالظبط يا تشتغل 8 ساعات فيما فوق. يعني هتتحسب لك يوم نص يوم انك انت اشتغلت 4 ساعات، هتتحسب لك يوم كامل وتكون انت اشتغلت فيه 8 ساعات فيما فوق، بقى 9 ساعات 10 ساعات بحد اقصى. في الحالة دي تقدر انك تشتغل زي ما انت عايز طول السنة كطالب بارت تايم. انا بتكلم هنا عن الطلاب المسجلين في الجامعة، اما طلاب اللغة او طلاب السنة التحضيرية بيبقى ليهم تصريح عمل خاص بس في الاجازات. لو انا طالب بحضر لغة في المانيا او طالب بدرس سنة تحضيرية ببقى تحت اقامة ستوديوم فوربرايتنج Aufenthaltstitel، وفي الإقامة من النوع دوت بتبقى بس تصريح العمل أنت كطالب لغة أو طالب سنة تحضيرية بس في الأجازات، يعني أثناء الفترة اللي ما عندكش فيها دراسة أو ما عندكش فيها كورس لغة. أنا بخص الفيديو دوت التعديلات اللي حصلت دوت في قانون رقم 12 الفئة والمقطع رقم بي في قوانين الإقامة الألمانية. تقدر حتى تقرا عنه اونلاين وتشوف اللي انا بتكلم عليه بالظبط. من وجهة نظري انا شايف ان ده تعديل جامد جدا، جامد 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 جدا. تقدر انك انت تستغله، تقدر انك تشتغل اكتر دلوقتي كطالب، تقبض فلوس اكتر، لان طبعا المعيشة في المانيا في فرق في الاسعار من ساعة ما انا جيت في 2016 لغاية دلوقتي مش قليل خالص. كطالب انا شايف ان لا، من حقك تشتغل اكتر. كنت دايما بلادي بالموضوع دوت ان لا، حاسس ان ال 120 يوم اللي احنا كنا بنشتغلهم زمان مش مكفيين قوي، عايز زياده، عايز تبقى فيه ليميت اكتر. بس طبعا ما ينفعوش يزودوها جامد قوي عشان الطلاب ساعتها هتسيب الدراسه وتروح تشتغل بقى. ما ينفعوش يشيلوا الليميت ده، لان انت ساعتها هتشتغل زي ما انت عايز بقى طول السنه فول تايم وتسيب بقى الدراسه وتركنها على جنب. طبعا الموضوع ده ما ينفعش. وفي نقطه مهمه جدا مهمه جدا، هم حتى كاتبينها بالنص وانا قلتها بكده كتير، كاتبين بالنص: in addition to the 140 full or 280 half working days the following jobs are permitted. ممكن تزود على ال 140 يوم بالوظائف اللي هقولها دلوقتي ديت: academic or student assistant at university. يعني لو اشتغلت في الجامعة في أي حاجة أكاديمي أو في أي حاجة مساعدات في الجامعة، شغل جوه الجامعة، يعني ما بيتحسبش من ال 140 يوم بتوعك او من 240 نص يوم بتوعك، ده شغل الجامعه ما بتحسبش. او اي وظيفه ليها علاقه وطيده بالمجال اللي انت بتدرسه، ساعتها انت برضو ما بتتحسبش من 140 يوم. كاتبين اهو: or jobs with a very close connection to your study as long as it doesn't affect academic performance this activity can be carried out for unlimited period of time. يعني انت تقدر انك انت تشتغلها unlimited، غير محدد. عيش يا معلم. وبتتعامل انت السالري بتاعك بالمينيمم، يعني المينيمم دلوقتي 12.4 يورو للساعة. لما بتيجي حد يجي يعاملك بأقل من كده يعرف ان هو بيعاملك شغل اسود مش صحيح مش رسمي. الرسمي ان اقل حاجة تاخدها للساعة هي 12.4 يورو. دايما تتعامل معاك في العقود على الاساس ده، دايما تبقى عارف ان انت لو ما عدتش 11,000 وكسر شوية بغوته في السنة، الضرايب كلها اللي انت دفعتها تقدر تسترجعها باسترجاع الضرايب في اول كل سنة. يعني في 2024 اقدر استرجع الضرايب بتاعت 2023، في 2025 اقدر استرجع الضرايب بتاعت 2024 وهكذا. انت كطالب من حقك تسترجع 100% من الضرايب مادام ما عدتش 11,000 وكسر شوية. وفي حالة لما انت بتشتغل
بارت تايم بتدفع فقط 9.35% من مرتبك كطالب. قبضت 1000 يورو تدفع بس 93.5 يورو وبتاخد الباقي في جيبك صافي. طول ما انت بتشتغل لحد 20 ساعة في الأسبوع انت كالتأمين الصحي بيعاملك كطالب، يعني بياخد منك 120 تقريبا يورو اللي المفروض بيتاخدوا للتأمين الصحي بياخدوا منك كطالب. عديت انت الليمت ده 20 ساعة في الأسبوع للأسف التأمين بيحولك على شريحة تانية اللي هي شريحة شخص مقيم في ألمانيا عادي مش طالب، وساعتها بتدفع تأمين من الشغل بتاعك انت نفسه مباشرة من الشغل، بيبقى معتمد على المرتب اللي انت بتقبضه. دلوقتي بقى الموضوع أحسن بكتير وخبر بصراحة يفرح كل الناس. وبالنسبة لشغل الطلبة ازاي ألاقي شغل احنا اتكلمنا عليه كتير قبل كده، ممكن تشوف في الحلقات عن شغل الطلبة هسيبها لك برضه في الوصف. واتكلمنا برضه في فيديوهات تانية ازاي تشتغل ميني جوب مثلا مع بارت تايم، ميني جوب مع فول تايم، انواع مختلفه من شغل الطلبه. بصراحه احنا يعني دوسنا واتكلمنا كفايه جدا عن الموضوع ده، فممكن برضه تاخد فكره عنه من سلسله رحله طالب لالمانيا او من سلسله الدراسه في المانيا. حبيت بس ان انا اشارككم بالخبر الجميل ده، وان شاء الله بتمنى لكم كل التوفيق والنجاح في كل ما هو قادم. لو انت وصلت معايا الحته دي ومتنساش بقى الدعم باللايك والشير وسبسكرايب. اكتبوا لي في الكومنتات اي استفسارات عندكم وانا هحاول ارد عليكم. الفتره دي الانستجرام عندي واقف شويه فمش عارف ارد على الناس، الرد هيبقى فقط على التعليقات على الفيديوهات. اشوفكم ان شاء الله على خير، دايما في امان وسعاده يا شباب. سلام يا اجدع ناس.